السر وراء التفكير ليلاً. الهدوء يفتح أبواب العقل. في الليل تقل الضوضاء الخارجية. هذا الهدوء يمنح العقل مساحة للتفكير بعمق. عندما تهدأ البيئة الخارجية، يبدأ العقل في التفرغ لمعالجة الأفكار والمشاعر المتراكمة. نشاط العقل الباطن. مع انخفاض النشاط البدني ليلاً، يبدأ العقل الباطن في استرجاع أحداث اليوم. هذه اللحظات تكشف أفكاراً دفينة ومخاوف مدفونة تحت ضغط النهار. التأمل الذاتي والقرارات المؤجلة. الليل هو وقت مراجعة النفس. يفكر الإنسان في القرارات المؤجلة ويعيد ترتيب أولوياته. هذه اللحظات قد تكون فرصة للتخطيط أو عبئاً إذا ركزت على القلق. تأثير الهرمونات على التفكير. مستويات هرمون الميلاتونين تؤثر على حالة الاسترخاء. العقل يصبح أكثر تأملاً وإبداعاً ليلاً بسبب التغيرات الهرمونية. كيف تتعامل مع التفكير الليلي؟ يمكن تصفية الذهن بالقراءة أو التأمل. كتابة الأفكار تساعد على تقليل الضغط. استغلال الوقت للإبداع يمنحك أفكاراً عظيمة. لو أعجبك الفيديو، ادعمنا بإعجاب واشترك في القناة ليصلك كل جديد.